مكانها بالبنوك، لكن عشرات ومئات بل وحتى ملايير الدينارات تخبأ بالبيوت. هي ليست بظاهرة جديدة في الجزائر، اكتناز الأموال والتعامل بالشكار، لكن الحرب على هؤلاء خرجت للعلن مؤخراً. ينزل القانون النقدي والمصرفي الجديد إلى قبة البرلمان بعد أيام، والذي يوثق لأول مرة في الجزائر التعامل بمكاتب الصرف رسميا في نص تشريعي. مؤخرا مشروع قانون النقد والقرض وصل إلى غرفة البرلمان، حيث برمج إن شاء الله الأسابيع القادمة لدراسته عبر لجنة المالية والميزانية، ثم عرضه على مكتب المجلس وعرضه للتصويت في مجلس الشعب الوطني. قريبا ممكن شهر فبراير سيشهد هذه العملية إن شاء الله. تتباين التنبؤات حول الإجراءات التي يمكن اتخاذها لاحتواء هذه الأموال التي يصعب تقدير قيمتها الكبيرة، ومن المختصين من يرشح قرار تغيير أو إلغاء العملة. أنا عندي مكتب دراسات، يجوني الناس هذيك، جاني واحد قال لي عندي 300 مليار كيفاش ندخلهم للسوق النظامي، فهمتي؟ الناس بداو يسقسيو. واحد قال لي عندي 20 مليار الورقات تاع 200 دينار. كاين دوكا بداو الناس يتحركوا، بداو يخافوا، خاصة تصريح رئيس الجمهورية يعطيلك، يقول لك شوف احنا راح نبدلوا العملة، نعطوكم سمانة اللي ما يجيبش الدراهم، على سمانة نلغيو كاع النقود. كاين استراتيجية، يقول لك على سمانة نلغيو كاع النقود، اللي عنده يجيبهم. العين كلها اليوم على الأموال المكتنزة، هي أكبر المشاكل وأكبر الحلول كذلك. إذا نجحت الحكومة في استرجاعها وأصحابها، يفتح في سجل اقتصاد البلد صفحة جديدة تغير معالمه جذريا وتختصر سنوات من الإصلاح.